في هذا الفيديو سوف أقوم باستعراض حل لمشكلة ال Disabled iPhone أو Disabled iPad. طبعا هذه المشكلة بالعادة تكون عندما نحاول إدخال باسورد أو كلمة سر خطأ عدة مرات، وبعدها راح نكون مجبرين أنه نتبع هذه الطريقة حتى نعيد تنصيب النظام على الجهاز. طبعا في البداية نقوم بربط الجهاز على الكمبيوتر، وبعدها نقوم بالضغط على زر التشغيل وزر البدء، يعني زر الهوم بutton والستارت بutton بنفس الوقت. نبقى على الحال إلى أن تظهر عندنا علامة الأبل لوجو. بعدها نرفع ايدنا من الباور بutton. من بعد ما تظهر علامة الايتيونز نترك زر البدء او الهوم بutton. بهذه المرحلة راح يقوم الجهاز بتحميل نسخة جديدة من ملفات النظام، وراح نشوف الايتيونز يبدي يشتغل على الكمبيوتر. طبعا هنا الايتيونز يحذرنا انه الجهاز المربوط بحالة ريكفري مود وما ممكن استخدامه الا اذا عدنا تنصيب ملفات النظام من جديد. فنضغط على اوكي ونروح على كلمة ريستور ايباد، من بعدها على كلمة تشيك، وهنا ريستور ان ابديت. طبعا لازم تخلي في بالك انه من بعد هذه الخطوة اي معلومات، اي صور، اي ملفات مخزونة بداخل الايباد راح تحذف. يعني هذا التحذير الاخير انه هذه اعادة تنصيب للنظام، ومن بعدها راح تفقد كل الملفات. طبعا هنا راح تبدي عملية ريستارت للجهاز، وبهذا يكون كمل تنصيب النظام الجديد، وكل ما عليك انه تدخل بياناتك الشخصية. شكرا للمتابعة.